الزول في اللون تسجيل سيوسيا نوسع ديوث تديوث كنت وزلانتا اديلين اكدو سلوين وسقامو اني اني مازيغا ليبيا ماس هدي بنقيق وشو يزيد نشدا شكون ذي 22 ذي مغرس لا ديوث تمليليت نسقامو ياكي كي تواليم غافين يشدن فين يدينا تقول غو يدي فراح ضباط في نباط ان ليبيا تعضلت بيبا لدغا انغلاف نتمثال نزدونا نداخل وين منقى طرابلسي كان يروح إن يسن إن كي أمازيغ قلنا لدغا ثلاثة غير الجزائر غير تونس ليبيا إلا أن أمازيغ غادي توكس هذه اللي كان يون بوناي أن ليبيا هذا شكي جان مازيغ ليبيا زعفن مليح مليح يعني نجمع وكني قارن ان يكي مزيغ ولاش كنا تسامين ذاني ديغلات يغولان فوغا زوج الاف وحداش شكي لان الناس ما لا يتوكس انت يتوكسن شكون الحكومه تعطي كانت لا ايس الحين تمثال كيكي العظيل لما يفد وانك ليبيا عندها يلي الشغال فانيث لدغا اني شدنا غاف ماكيث ني ليبيين عند ثمازيغ ولا قناه سعو امكانيسو وان يا مزيغ ادي سعو امكانيسو وكنين فهموا كاع فاش تاكي نسولاس اماس هدي بنقيق فينا دي سماشه كسيني هدي الزول لك اماس أزل فلك مس رشيد أزل في مزيغ نمضى الكل تنمير فلك مس رشيد قدام قلت. اماس هدي ويفنق صمد شكي طبعا في 22 مغرس تمليلي تدخل من كنويس قاموا وني اني مازيغا ليبيا طبعا تنمير مس رشيد تنمير في مزيغ النغمة إلان تسلون دينا دي توضيس أزيت النغ لين تتليسيس نقيم لله دي تقراولة ما زلنا قاعدين ما بعد ثورة 2011 مستمرين في النضال وفي العمل داخل المجلس أو حتى الحركة الأمازيغية في ليبيا بالكامل. طبعا ما حدث هو مرتبط بعدة خطوات سابقة ممنهجة من قبل الوزير الداخلية المكلف بهذه الحكومة، وهي حكومة تصريف أعمال. طبعا آه، قام بعدة تجاوزات في السابق، وقام عدة انتهاكات على الأمازيغ متسلسلة مجرد استلامه لمهام وزارة الداخلية. ماس هدي ما كان تعيين هذا الوزير طبلسي كوزير داخلية مؤخرا فقط او عنده مدة لا، هو طبعا حاليا ممكن في المقعد الوزارة حوالي سنتين تقريبا، موجود في وزارة الداخلية. هو وزير سنتين مكلف سنتين سنتين، سنتين إيه. مكلف اوكي في مقعد وزارة الداخلية. أول ما جاء للوزارة قام بسحب أبناء الأمازيغ من مناطقهم التابعين لوزارة الداخلية، وقام بنقلهم إلى أجهزة في مدينة طرابلس. وكان هناك اعتراض من الأمازيغ أن احنا أبناءنا، وبالذات في ظل ما هو عدم وجود دستور وعدم وجود قانون ينظم الحقوق ويكفل توازن القوى بين كل المناطق والقبائل في ليبيا، نرى ضرورة التزام بقاء الوضع كما هو قائم من 2011 حتى هذا التاريخ، إلى أن يوجد قانون ودستور ينظم الحقوق ويضمن الحقوق بين كل أبناء ليبيا. لو فهمت المس هدي هو هذا الوزير طرابلسي من زنتان ومعروف بالعدوة للمكون الأمازيغي في ليبيا أليس كذلك؟ صحيح صحيح صحيح. بعدها قام أيضا بالتعدي على مديريات الأمن في المناطق جبل نفوسة، تحديد في المناطق الأمازيغية، وقام بانتهاك كبير، وهو خلط بين الأمازيغ والعرب، وإعطاء صلاحيات واسعة في موضوع مديرية الأمن. قام بنقلها مثلا، نأتي لمدينة يفرن، هي اللي كانت مديرية الأمن موجودة فيها من أربعينيات القرن الماضي. قام بنقلها، مقر المديرية قام بنقله خارج مدينة كفر إلى مدينة أخرى تنتمي إلى المكون العربي. أيضا استهدف ذلك في مدينة جادو. أيضا قام بتقليص تقليص مساحة مديرية أمن نالوت التي كانت مساحتها كبيرة جغرافيا. قام
سحب المناطق المنضمة لمديرية أمن نالوت. فاعترض اعترض بلدية الجبل ودخلوا معه في اعتصام، وقاموا بمقاطعة دخول أو الاتفاق على هذا القرار. وأصبحت المديريات مغلقة حاليا. مديرية يفرن حوالي 6 شهور هي مغلقة، لم تفتح أبوابها. وكنا في صراع كبير مع هذا الوزير، ونحن نعلم أنه يحمل أجندات خبلية، وأجندات يعني أجندات يريد أن يفرض سيطرته المباشرة على الأمازيغ في ليبيا. ونحن نعرف انتماءاته هذا الوزير. فبعد قصة المديريات ودخلنا معاه في جدال، وتوصلنا مع الحكومة وقلنا للرئيس الحكومة أن ما يقوم به هذا الوزير أمر خطير، وأمر يهدد السلم الاجتماعي في منطقة جبل النفوسة والساحل الغربي، وأننا حنخش في مرحلة خطيرة وقد تصل بنا إلى صراع مسلح، ويكون الصراع عرقي بين العرب والأمازيغ. رئيس الحكومة تحجج بأن ضروري نحن نفرض القانون، وضروري أنتم تعاونونا في فرض القانون. قلنا لرئيس الحكومة: احنا مع القانون، واحنا مع تنظيم الدولة، واحنا مع سيادة الدولة بالكامل، لكن في ظل عدم وجود دستور يضمن حقوقنا احنا كمزيغ، لن نقبل بدخول أي قوة أخرى، ولن نقبل بأي تغيير يحدث في مناطقنا. طالما احنا ما فيش دستور يضمننا، احنا نرفض الإجراءات هذه. وجاء بعده بموضوع آخر اللي هو رأس الجدير قبل حوالي شهرين أو 3 شهور من الآن، وقال إنه ضروري نأمن المنافذ، وقام بتشكيل غرفة مشتركة رئيس الحكومة، وكلفها بالذهاب لرأس الجدير، تأمين رأس الجدير. استغربنا من هذا القرار. طبعا منفذ دراسة الجدير من سنة 2011 حتى تاريخ هذا اليوم يعمل تحت سلطة الحكومة الليبية، ولم يكن تحت سيطرة الأمازيغ أو مدينة زوارة تحديدا. منفذ يعني يقدم خدمات لكل الليبيين ولا يفرق بين أحد. الأجهزة الأمنية التي تشتغل في المنفذ هي تابعة لوزارة الداخلية، وتابعة لإدارة الجمارك وأجهزة الأمن الداخلي والأجهزة المخابرات. كل هذه الأجهزة تشتغل في المنفذ ودون أن يعترض عليها أحد. ولكن بحكم أن المنفذ هو واقع في الحدود الإدارية لمدينة زوارة، تلتزم بلدية زوارة في تحسين الخدمات وفي التعاون وفي مساندة ما هو موجود داخل هذا المنفذ. والتحديد أن راس جدير يوجد فيها بلدية هي فرع بلدي لمدينة بلدية زوارة، يعني تلقائيا بلدية عميد زوارة مجبر أنه هو يقدم خدمات لمن هو موجود في بلدية فرع البلدي راس جدير. وبعد هذه المشاكل التي حدثت، اتفقنا مع وقت الوزير ورئيس الحكومة، وقام بتغيير رئيس مدير المنفذ، وأتى بمدير منفذ راس الجير من مدينة غريان، يعني يعتبر من مكون ليس أمازيغي. ورضينا بالقرارات التي صدرها من أجل أن نتقدم إلى الأمام. ولكن تفاجأنا الوزير نعرف أنه هو مازال يبي أكثر من ما هو ما أخذ. فقرر إرسال قوة باسم إنفاذ القانون، وأرسلها إلى منفذ رأس الجدير في الأيام الماضية. هذه القوة طبعا دخلت إلى المنفذ، ولكن تجاوزت مهامها، وقامت بالتهجم على العناصر الأمنية الموجودة في المنفذ، وعلى حتى على بعض المسافرين، وحدثت إشكالية. وهنا تدخلت بلدية زوارة والجهات الأمنية لحماية المنطقة، وكانوا كطرف وسيط بين هذه الأطراف المتنازعة في المنفذ. ولكن الوفد الذي ذهب للمنفذ تفاجأ بقوة إنفاذ القانون تقوم بالرماية عليهم، وقد أصيب عضو المجلس البلدي مدينة زوارة، أصيب بطلق ناري، وهذا موثق في مستشفى زوارة العام. وهناك محضر بالإصابات التي حدثت بالرماية العشوائية من قبل إنفاذ القانون. وهنا تدخلت القوات الأمنية وأجبرت قوة إنفاذ القانون على الاستسلام، وقاموا بضبط كل الأطراف التي هجمت على الجهات الأمنية في رأس الجدير. وللأسف يعني نرى الوزير تصريحاته الأخيرة وحديثه عن أن العلم الأمازيغ لا يرفع فوق المنفذ، وأيضا تهجمه على النزوارة مدينة تهريب ومدينة كذا. يعني احنا نتفاجأ أن أنت قبل شهر أو شهرين يا وزير تتحدث أنك أنت استلمت المنفذ. يعني أين هو التهريب ما دام المنفذ تحت سلطة وزارة الداخلية؟
والكل يعلم أن الوزير هو له رغبة أخرى اللي هو السيطرة على المنفذ. أيضا نستغرب عدم تدخل الحكومة حاليا وعدم تدخل رئيس المجلس الرئاسي فيما يقوم به وزير الداخلية، وكأن الأمر يعني يحدث في دولة أخرى وليس في ليبيا وما يقوم به. فتبادت القوات السياسية الأمازيغية واجتمعوا في مدينة زوارة، واجتمعنا في الجبل، وكانت هناك أكثر من اجتماعات. والقرار كان واضحا: رفض سياسة ما يقوم به وزير الداخلية، الرفض التام. آه، حتى لو وصلنا إلى مرحلة نزاع، نحن سنكون ضد ما يقوم به ونرفضه، ولن نقبل بأي قوة تدخل إلى أراضينا طالما زي ما قلت أستاذ رشيد أن لا يوجد دستور ولا يوجد قانون يضمن حقوقنا ويضمن توازن القوى داخل ليبيا. نحن عانينا قبل 2011 من وجود مكونات لها قوة، ونحن لم يكن لدينا أي قوة. عانينا من الظلم والاضطهاد والتهميش، عانينا من قتل أبنائنا في السجون، عانينا من انتهاك منازلنا، عانينا من انتهاك مدننا، من نزع أراضينا. فنحن لن نعود لهذه النقطة طالما نحن موجودون. ونحن اكتسبنا هذا بعد الثورة التي قدمنا فيها أبنائنا شهداء من أجل أن ننعم بحقوقنا الكاملة، لا أن نبقى تحت دائرة الظلم والاضطهاد. شكرا تنمير مس هدي. سوف أترجم ماذا قلت باللغة القبائلية وشيو دينا ذاك مس هدي وسميتي ذاك نيتك نظن ذا سلواي نسقامو نيك نمازيغ ليبيا إنك ذاك نغلا فكير مثال نجزذو ندخل مس تربلسي إجلان سي ثمان زنتان نيك تواسن كدني ذاك مجال لك كيري مازيغ ليبيا يروح يبدل قسم تمثال دي ثمناضين يقلن دي ليبيا لا دغا ثما انه مالو ادغير نفوسا كذا ذات ويلول يروح يبغى غادي يبدل ليا كاين يشد لنا ثغلس نا لا سيكوريتي ذينا يانا كسكي كيني مازيغان يانا غابن وكنا خمن غاينسن كني قارن فرانسيست la goutte qui a débordé du vase نعم زمتي ديالي استعرف اخر قطره تفيض من المزهريه لكن يروح ويقدك سيرس دي تليسا دي اخفن نجدير نا راس جدير قلنا كي كيستان بوست فرونتالي تونس دل ليبيا قلنا ثمانية نزوار ثمانية نزوار يروح يبغى هذيك يكسرس دينا هذيك السن ان يا مزيغ ونشكي ذيك جان إمازيغ ليبيا كيرن الناس ما إلا حوزة تبرسن شاكير سي كامزون حوزة الحاجة إمازيغ ليبيا كيرن 2011 بوينتي دانا يا مزيغ ذو القرار غادي يقيم أي الفذان حاش ما يتفد وين يكون ليبيا وين كلا بيان تورا مازال وندي في دانا دا شاكين دي سميتان ماس هدي باقي قد يجيو نقول غو تيدينا كي تيدينا استعراف تكني ديوران استعراف ماس هدي في واحد البلاغ يعني صنعتوه انتم كالمجلس الاعلى لامازيغ ليبيا قلتم في بيان صحفي انه لم يتم تعيين وزير الداخلية الليبي لإجراء تغييرات عميقة في الوضع القائم، كما أن الحكومة التي ينتمي إليها حكومة هي حكومة مؤقتة فقط مسؤولة عن تصفية الأمور الجارية وذات صلاحيات محدودة، لا سيما في سياق تمر فيه البلاد بأزمة تتسم بالانقسام السياسي، مما يضع البلاد تجد نفسها في مأزق حكومتان وغياب الدستور. وماذا يجري حاليا يعني في الساحة السياسية الليبية للمتفرجين الأمازيغ آخرون بسيما القبائل يعني يعرفون حبوا يعرفوا يعني ماذا يحدث الآن في الساحة السياسية، ما زال حتى لمحة يعني ماذا يحدث الآن. طبعا ما هو موجود الآن هو زي ما قلت أستاذ رشيد، يعني احنا في مرحلة سياسية معقدة جدا. سعت البيئة الأممية إلى إيجاد حل، لكن لم يجد هذا الحل يعني لم يجد النور بعد. أيضا نحن انتقدنا سياسة البيئة الأممية كمجلس أعلى وطريقة عملها مع الأطراف أو مع الأزمة الليبية. يعني احنا شفنا أو رأينا ما قام به في سنة 2020 من حوار في جنيف، والذي تم فيه إقصاء الأمازيغ وإقصاء أطراف أخرى في ليبيا، أطراف مهمة لها القدرة على إيجاد حلول وتدعم الاستقرار في ليبيا، وجاءت بأطراف هي أساسا تفتعل الأزمة من أجل بقائها في السلطة.
في المجلس الأعلى أطلق مبادرة وقال ضروري من وجود إنهاء كل الأجسام الموجودة حاليا في المشهد، وضروري من الجلوس على الطاولة من قبل الأطراف آه، التي لها قدرة على إيجاد استقرار. البيئة الأممية أن تلتزم بتطبيق أو بتنفيذ المعايير الدولية في إدارتها للأزمة الليبية، وهذا ما أكدناه قدام البعثة. يعني احنا لليوم إلى اليوم، رغم أن المبعوث الأممي موجود في البعثة لمدة سنتين، لم يلتقي مع المجلس الأعلى، الوحيد أنه أمر مقصود، وهناك أطراف دولية وراء هذا الموضوع، أنه هو إرسال مزيغ من العملية السياسية. أما وجود حكومتين طبعا هذا يضعف المشهد الليبي، وقد شاهد المواطنون الليبيون يعني المعاناة بالذات في الفترة الأخيرة هذه، خاصة في الجانب الاقتصادي وتضخم الأسعار وتضخم الصرف العملة الليبية أمام الدولار. فكل هذه المؤشرات مؤشرات خطيرة، مؤشرات تنذر بما هو قادم، قد يكون أسوأ، قد ندخل في نزاع مسلح آخر يعني. وهذا ما لنا تخوف كبير جدا منه، ليس على الأمازيغ فقط إنما على الدولة الليبية، لأنها لم يعد هناك مجال أو مساحة لتتحمل الدولة أو سياستها تتحمل النزاعات الأخرى. فنحن دائما نطالب بضرورة الجلوس والتفاوض مع كل الأطراف، بشرط أن لا يكون هناك إقصاء لأي طرف، حتى نصل إلى معادلة سياسية أو مسار سياسي ناجح يدفع بالدولة نحو الاستقرار. مس هدي برقيق انك اذا كان مازالت تزغنت كي تكمل ليبيا وتفريا ثورة غاسك الناس وغيرا ويغلان يدوك لنا لونيو مازالت تكمل ذا شكي هاث ايجن تمثال مازال هاث دوم تاطاس ونشكي لقا هذا تواكل خان إمازيغنا ليبيا توكو تفريا وخدين لها ثمن دو ثان دغايلين إزرفان مازيغنا ليبيا ديكس كملن مازال أمن نوع يتكمل شكا عيون تسقسي غنقارو سؤال أخير ماس هدي برقيق في المواصل البلاغ قلتم يعني أن التصرفات وهذا الوزير طرابلسي يعني تعاني من المهنية والنزاهة والمهارات الكافية مما يجعله غير مؤهل لممارسة هذه الوظيفة. وقلتم تابعتم وقلتم أن تصرفاته التي تتسم بعدم الأمانة والسخافة تشكل في كل مرة مصدر صراع وإضعاف للنسيج الاجتماعي، وفي الوقت نفسه إضعاف الحكومة التي ينتمي إليها، مما سيؤدي إلى سقوطه. والغريب في الأمر مس هدي أن هذا الوزير يعني تكلم عن القبليه ما يسمى بالفرنسيه لو تريباليزم. اعطينا توضيحات اكثر حول تصريحات هذا وزير الداخليه الليبي في حكومه الدبابده فيما يخص القبليه التي صرح بها. وكذلك يقال ان له في الماضي اخلاق سيئه، خاصه انه يقال انه هرب اموال الى عبر مطار فرنسا حوالي نصف مليون اورو. يعني هذا الانسان الوزير هذا يعني كما قلتم أسوأ إنسان يتكلم حول الأخلاقيات والقبلية. هل من توضيح أكثر في في هذا الموضوع مس هدي؟ تمام. طبعا استاذ رشيد، هو طبعا احنا هو متعارف عليه ليس في ليبيا بس، في كل دول العالم، بالتحديد يعني في مثل وزارة الداخلية أو مثل وزارة الصحة، هناك تراتبية في الرتب، من رتبة عقيد إلى عميد ثم حتى إلى لواء. وهذه الرتب وهذه الترقيات يأخذها العنصر الأمني في هذا الجهاز بناء على خبرة طويلة من العمل من سنوات عمل داخل الوزارة. يعني تصل لرتبة العميد يكون عمر الفرد حوالي حتى 50 سنة مرات. وإحنا تفاجأنا بهذا الوزير المكلف حاليا رتبة لواء، أعلى رتبة في وزارة الداخلية، وعمره لا يتجاوز ممكن بداية الأربعينات. فهذا ما قلنا أن هناك انتهاك صارخ لعمل الوزارة، ويعني شخص تقلد الوزارة والسي في يعني الشخصي له مليء بالتجاوزات الكبيرة. وما حدث مؤخرا والقضية المعروفة يعني والتي أحدثت ضجة عالمية وليست محلية في ليبيا، هو قصة مبلغ 500 ألف يورو تقريبا أو دولار
قام بتهريبه، تمت هذه القضية في داخل مطار في فرنسا. فهذه الإشكالية طبعا معروفة لكل الليبيين ولكل العالم، وليس الليبيين فقط. هذه القضية تفاجأنا بعدها أنه تم تكليفه وزير يعني. فكيف لوزير يعني كان أيضا يقود معارك ضد المنطقة الغربية، وكان محسوب على الطرف المنطقة الشرقية ضمن عملية الكرامة في سنة 2014، وله فيديوهات وهو يقود ما يعرف بالجيش، جيش القبائل العربية في ذلك التاريخ أيضا، ويقود جهاز الأمن العام في ذلك التاريخ أيضا. وقام بانتهاكات وقام بجرائم قتل وخاض حروب. فأتوا به الآن وزير. فنحن تحدثنا أن ضروري ما نحترم التراتبية الأمنية داخل وزارة الداخلية، ونحترم الجهاز الأمني الذي يقدم الخدمات لكل الليبيين، وليس لمدينة أو لقبيلة معينة أو لعائلة معينة. فيجب علينا أن نلتزم بتعيين الأشخاص وفق خبرتهم ووفق كفاءتهم في العمل، وليس وفق انتمائهم العائلي. فأصبحت الوزارة تحمل أغلب الأجهزة الرئيسية هم أقرباء للوزير من الدرجة الأولى، يعني من عائلة الوزير نفسها. وهذا على مرأى ومسمع الحكومة، ولم تتخذ فيه أي إجراء. وهذا ما نحن سيزيد من يعني أزمة الصراع مع الوزير، لأن احنا هذه الأجهزة كلها موجودة في مدننا ومناطقنا، وسنقف ضد أي قرار يقوم به الوزير أو أي أحد من أتباعه. ومن هنا ومن هذا المنبر يعني نطالب أن الحكومة تلتزم بتطبيق القوانين وتطبيق اللوائح الإدارية، وتقييم الشخصيات التي تقوم بتكليفها بأي مهام داخل الحكومة. تنمية مسهدي أختم الحوار بيني وبينك بسؤال أخير فيما يخص الاجتماع الأخير الذي كان في 22 الشهر الثالث. هناك اجتماع عند التقيت شخصيات أمازيغية مكلفة بمهام في مختلف مؤسسات الدولة، ممثلو مجلس النواب العسكري الأمازيغيين، مساء يوم الجمعة 22 شهر ثالث بمقر بلدية الزوارة أثويلول لمناقشة الأحداث الأخيرة في راس جدير أو إخفان جدير وتصريحات غير مسؤولة للوزير هذا الطرابلسي المشوبة بالعنصرية والعداء ضد الأمازيغ. وأوضح أو كما وضح يعني قرأت أنه عميد وأحد أعضاء المجلس البلدي لزوارة. بهذه المناسبة قال أن بلدية زوارة ستكون حازمة ولا هوادة فيها في الدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان. السؤال: هل الآن مشكل مع العالم الأمازيغي قائم دائما يعني واسترجع أم لا؟ ماذا حدث يعني فيما يخص العالم الأمازيغي يعني؟ تعطينا توضيحات في حول هذا الاجتماع أكثر. طبعا الاجتماع تلخص في رفض ما يقوم به الوزير، وأي خطوة أحادية الجانب من أي طرف أو تدخل سافر في أراضي أو الحدود الإدارية لأي مدينة أمازيغية سيواجه بالرفض، وسيواجه بأي ما هو موجود بأيدينا. سنقاوم أي حال أي تعدي على الحدود الإدارية لأي مدينة أمازيغية. وبخصوص العالم الأمازيغي، هذا قلناه في كل الوسائل الإعلامية الليبية المحلية والدولية، أن الأمازيغ قدموا دماء من أجل رفع رايتهم ورفع هويتهم والاعتزاز بها والافتخار بها في كل حدودهم الإدارية. ورأس جدير هو ضمن حدود الإدارية لبلدية زوارة، ولا بد من علم الهوية الليبية يبرز في هذا المنفذ إلى جانب علم الدولة الليبية. ولم يكن هناك أي خلاف أو أي مشكلة بخصوص العلم الأمازيغي طيلة 13 سنة، يعني من 2011 حتى تاريخ هذا اليوم لم يحدث أي نزاع. وبالعكس يعني احنا في كل جلساتنا وفي كل اجتماعاتنا مع باقي الليبيين يعني وفي مدنهم يتم رفع العلم الأمازيغي، وليس في مدننا فقط، يعني ترحيبا بنا كضيوف وكلقاءات لقاءات أخوية مشتركة يتم رفع العلم الأمازيغي والعلم الهوية الليبية داخل تلك الاجتماعات. لكن الوزير نظرا لانتماءاته العرقية ونظرا لما يحمله من مشاكل تاريخية
في نفسه الداخلية طالب بهذا الأمر، وأفصح عليه مؤخرا حتى يبين ليس للليبيين، أيضا للعالم، ماذا كان يريد وما هي الخفايا. الخفايا ليست رأس الجير، الخفايا ليست تأمين المنفذ، إنما هو موضوع عرقي، وهو استهداف للأمازيغ بشكل مباشر، وإقصائهم، وعدم ترك لهم أي مصلحة أو أي جهة لها، يعني حتى منفذ، حتى الميناء، حتى مطار. يعني كل ما هو موجود لدى الأمازيغ يريدون أن ينتزعوه، يريدون أن يسيطرون عليه حتى يرجعوا بنا إلى ما قبل 2011، يعني ونصبح نعاني من الاضطهاد من جديد. تنمير مثل هذه كاغي في دينا مثل هذه غينا كنا تمثل تكين نوانا يا مزيغ يبغانا تتوكسن في غس لوان يفغن ذا شو يبغان بغانا دوغال نغتل اثني قبل 2011 عندها مزيغ نتسنى امكان نتسنى اول نسن ذا شكين كنا اون فغيا 13 سكواسن سي 2011 تورا ديما ان يا مزيغ عندما ندا اما غورنا ذكي ندي ثمو غايكي نعرف نطكي الناظن تمازيغ ثقلان دي ليبيا. اما ما نتمليلي دي مجموعه كذوياض ولا لنا ذي مزيغان ذي بن غازي عندها نظام يتسيلي ديما وناي امازيغ ثما نوانيك الليبي ماشي ثوغا بغانا دكسن ان يكي خاطر قول غنسن بغانا الدوغان ثلاث القدافي عند امازيغ ثيك نظام وسعينا اول نسان وسعينا كان سندا شكين سيغا مكنيا ايلين دي ليبيا وشكي ولا الشك خاطر الاثنين فيكسنت فرنسا الكوال لكن اورجين دي صوب وانا امازيغ سجينوان غاس لو كان سي تمناضينا كير يحكمن امازيغ الليبيا ذا شكل عني السلام الزات يك ثيموران تمازغا ماد المغرب كما الجزائر ماد تونس مع موريتانيا المالي النيجر هذه اللي كيكير هذه اللي ديما وانا افيديرالي امازيغ ارتما نناين تمورا إجلانا كثورا نيونا كيجلانا كثورا كي نسانا تجارا تملي في اسم لنا كذا هدي بقى ماينير ثانمير 13 ماس هدي تنمير مس رشيد، نتمنى لكم التوفيق. تنمير فايت متنا القبائل الإسلنديين الكل. ربي نيجي من بعض إن شاء الله في كل تنمير لكم جودة جودة تنمير. ما في وين في دقيقة ناون دي قيمة ذي ثالوث